سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير ولا خير. نتوما كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناه سلم بيوتي 83. فرحانه نتلاقاكم في فيديو جديد. واليوم شفت لكم ريفيو على واحد الشامبو بزاف ديال البنات كيهضروا ليه، اللي هو الايف روشي ريباراسيون شامبو. صراحه كنت باغيه نجربو باش نشوف واش فعلا كيرمم الشعر ولا غير اشاره. بالنسبه لتجربتي الشخصيه، انا شعري كيكون جاف وفي لي غاسين تيكون شويه دهني. كنت كنعاني من تقصف في الاطراف صراحه، حيت لي بوينت ديرنييرمون ملي شفت هاد الشامبو هذا قالوا بلي مكتوبه فيه ريباراسيون. قلت علاش لا ما نستعملوش، خصوصا انا وكاتبين عليه بلي هو طبيعي وبيدون سيليكون. بديت نجربه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كنت كنستعملو تقريبا 2 مرات في السيمانه. كنغسل بيه الشعر مزيان وكنخلي واحد دقيقه ولا جوج، من بعد كنغسلو. الرغوه ديالو خفيفه، ما كثيرش بزاف. بالنسبه للريحه ديالو زوينه بزاف، ما كتخنقش. بالنسبه للنتيجه، من اول استعمال حسيت الشعر ولا طري، ولكن صراحه باش يعطي نتيجه قويه خاصك تستعمليه مده. بعد اسبوعين تقريبا وليت كنحس الشعر مرطب اكثر، مبقاش ناشف بزاف. بالنسبه للايجابيات ديالو، الريحه ديالو زوينه، طبيعي وما فيش سيليكون، كيعطي ديك الطراوه واللمعان. السلبيات ديالو ما كيصلاش بزاف للشعر الدهني، خاصو بلسم من نفس الماركه باش يعطي نتيجه احسن. بالنسبه كخلاصه، صراحه انا كيعجبني، خصوصا البنات اللي شعرهم جاف او مصبوغ. نعطيه واحد 6/10. بالنسبه للثمن ديالو كيدير 63 درهم الا كان بروموسيون. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا كنتو جربتوه حتى نتوما من قبل، قولوا كي جاكم، زعما واش عجبكم حتى نتوما ولا لا برد لكم خاطركم. كما كتعرفوا باللي شامبون كيبقى هو غير باش نطفو به الشعر ديالنا، يعني خصك تستعملي بزاف ديال الحوايج من بعد الا بغيتي نتيجه اللي احسن. هذا هو الرأي ديالي فيها البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديو. خليو لي لايك وكومنت، كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم. نشوفكم فيديو جديد. بسلامه.